اخر فيديو لما كنا بنتكلم على specialists وعلى scientists وعلى مين تاني practitioners. المرة دي هنتكلم على مين هما scholars. السكولرز دول ناس بيبقوا involved in understanding a particular subject or a field of knowledge. يعني بيكونوا متخصصين في فكرة ان هم يدرسوا مادة علمية معينة او موضوع علمي معين، بيحاولوا ان هم to understand it better، يعني يفهموه بشكل افضل، او ان هم to deepen their knowledge، او ان هم يعمقوا معرفتهم فيه. لما بيعملوا ده بيعملوه من خلال حاجة اسمها in-depth reading او القراءة العميقة. يعني ممكن واحد يقرأ موضوع علمي ما او كده بشكل superficially شوية، بشكل سطحي، وواحد تاني يقرأ بتعمق اكتر، يعني يحاول يفهم كل حاجة فيه، كل عنصر او كل element مذكور في الحاجة دي، كل معلومة علمية. فدي بيسموها in-depth learning. والسكولر لازم ان هو يقرأ قراية عميقة عشان يقدر يعمل حاجة بعد كده اسمها critical analysis. يعني ايه معنى كلمة critical analysis؟ ان هو يعمل evaluation او assessment، تقييم للحاجة اللي قراها دي، يشوف ايه وجهة نظر الشخص اللي ذكر الحاجة دي، whatever الحاجة دي ايه. ممكن تبقى idea، فكرة علمية ما، ممكن تبقى argument، حاجة argumentative يعني، او نقطة جدلية ما بين علماء مختلفين. فيبتدي يشوف البرسبكتيف او منظور الشخص ده ويبتدي يقيمه، هل المنظور ده valid ولا لأ، ولا invalid، هل هو من وجهة نظر اللي بيقرأ او السكولر يعني هل صحيح ولا غير صحيح. طب هل reliable ولا لأ، ممكن يتم الاعتماد عليه ولا ما ينفعش. طيب هل انا متفق مع البرسبكتيف دي او وجهة نظر دي او المنظور ده، ولا انا ليا منظور علمي مختلف، ليا another perspective. الشخص ده ربط ما بين العناصر اللي اتكلم عليها في النقطة العلمية دي ازاي. طب وانا ايه رأيي في طريقة الاسوسيشن او الارتباط ما بين العناصر دي، هل فعلا دي الاسباب المؤدية لشيء معين ولا لا، ممكن يكون في اسباب اخرى. ده كله بيسموه الكريتيكال اناليسيز. فدي من الحاجات اللي السكولرز بيعملوها. طيب مين هم بقى زي مين لما نقول سكولرز؟ يعني عندنا سكولرز زي الهيستوريانز، المؤرخون، عندنا زي الفيلوسوفرز اللي هم علماء الفلاسفة او الفلسفة، يعني اللي هم الفلاسفة او علماء الفلسفة، لان دول بيكونوا بيهتموا قوي بالبرسبكتيفز، different points of view، يعني وجهات النظر المختلفة. بس ده بمنتهى الاختصار اللي هم السكولرز. وكده نكون اتكلمنا على الأربعة اللي احنا اتكلمنا فيهم قبل كده، scientists و practitioners و specialists و scholars، وعرفنا الفرق ما بينهم كلهم. شكرا.